السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بالزي العربي في البصرة. طبعا اليوم احنا في دار المرحوم الكبير الشاعر المبدع الراقي، هو الشاعر بدر شاكر السياب، ألف رحمة على روحه. طبعا اليوم احنا بداره وصورنا التفاصيل، صورنا التاريخ، صورنا قرفته اللي كان ينام بيها وياكل بيها. تابعوا الفيديو وان شاء الله مشاهدة ممتعة لكم. اليوم نوثق لكم بعض الصور الموجودة هنا، ونوثق لكم منزل أو دار المرحوم بدر شاكر السياب، ويعني كل التفاصيل موجودة بالدار نوثقها لكم من خلال هذا الفيديو. تابعونا. لأني غريب، لأن العراق الحبيب بعيد، وإني هنا في اشتياق إليها أنادي عراق. كان هنا يعني ينام، هنا ياكل، هنا كل اللي كان يعني بالبيت كان هنا، من حسب سوالف يعني خذينا معلومات عنه. كل شيء كان هنا يسوي. هاي غرفته هيك التفاصيل موجودة هنا. طبعا بدايات بناء الدار الشاعر بدر السياب، هذا بدايات بناء الدار ماله. هاي صورة الدار وهو جايب نومبي. فيرجع لي من ندائي نحيب تفجر عنه الصدى. هذا اليوم يا رب عجبكم هذا الفيديو، وشفتوا تاريخ بدر شاكر السياب، شفتوا الدار اللي موجود هنا، شفتوا غرفته، شفتوا يعني الصور موجودة بالدار، شفتوا يمتى بناء الدار، يعني كلش حلوة. هاي هم معلومات حلوة ومكانه إن شاء الله مشاهدة ممتعة. عنه الصدى أحس بأني عبرت المدى إلى عالم من ردى لا يجيب ندائي. وأما هززت الغصون